السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين الاول. وهنعمل مع بعض فيديو جميل، وهي القراقيش بتاعه العيد. كل سنه وانتم طيبين للمره التانية، وسهله وجميله. وهوريكم هنعملها ازاي. وما شاء الله ما شاء الله، بصوا يعني من جوه هوريكم شكلها. هكسرها وهوريكم شكلها عامل ازاي. اهو بصوا ما شاء الله مفرغه وجميله ازاي. بسم الله ما شاء الله، جميله جميله وتحفه وطعمها روعه، احلى من بتاعه الفران كمان. تعالوا بقى مع بعض. دول 2 كيلو دقيق، هنحط عليهم ان شاء الله كيلو الا كوبايه سمنه بس، وكوبايه نحطها زيت. ولو مش عايزه تحطي زيت حطي الكيلو كله خلاص، هتبقى معاكي تحفه وجميله. السمنه اهي طبعا احنا سخناها، قدحتها بس سبتها بردت يعني بقت دافيه. هحط فيها كيسين ظرفين من الفانيليا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ظرفين من الفانيليا. وهنحط على الدقيق تقريبا نص مج سكر، بس سكر بودرة حبيبات زي كده. وهنحط سمسم، بسم الله الرحمن الرحيم، في حدود 3 معالق. وهنحط ان شاء الله اللهم صل على النبي معلقه بيكنج باودر، معلقه ممسوحه اهي زي كده. وهنحط ذرة الملح اللي احنا متعودين نحطها في كل المخبوزات اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط اخر حاجة ان شاء الله اللي هي ايه؟ ريحة الكحك. في ناس بتحط ريحة الكحك وفي ناس بتحط محلب، فاحنا هنحط ريحة الكحك لان ايه موجودة عندنا. مش هنحط كتير لانها بتغمق العجينة اهي. نص معلقة بس خلاص. وهنحط السمنة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. انا استنيت السمنه بردت خالص اهي. بسم الله. طبعا هنفضل نقلب كده لغايه ما السمنه كلها ايه تشربها الدقيق. بسم الله. وهنسيب من الكيلو مج سمنه عشان هنحط بداله زيت، عشان الزيت بيدي قرمشه للقراقيش، بتبقى طعمها جميل جدا، تختلف طبعا لما بيكون سمنه خالص اهو. ومج الزيت احنا قلنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو بدل السمنه اهو. وهعجنها بسها. لازم اهم حاجه في القراقيش انك تبسيها. يعني ايه تبسيها؟ يعني تفركي العجينه بالسمنه، الدقيق بالسمنه ما بين ايديكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مش هتنفع مقصوصه ولا معلقه ولا الكلام ده، هضطر ان انا اتدخل بايديا زي كده. بسم الله اهو. اقعدي بقى كده تعملي على الاقل 10 دقايق. هوريكم شكلها بعد ما اعملها ان شاء الله. اهو يا حبايبي، ده منظر العجينه بعد ما عملتها على ايدي، بستها عملتها ما بين ايديا كده، وده شكلها. بص ما شاء الله العجينه شاربه السمنه بتاعتها ازاي وعامله ازاي ما شاء الله. هنعمل بعد كده ايه؟ هنعمل نص مج ميه دافيه فتره، وهندوبنا فيها كيس الخميره بمعلقه سكر ماشي. وهنحط ايه؟ هنحط بسم الله الرحمن الرحيم الخميره بالسكر. وطبعا هنعوز بعد كده ميه تاني، وهقول لكم هنحط ميه قد ايه ان شاء الله. اهو يا حبايبي حطيت مج تاني ميه، برضو مش هعجن عشان القراقيش ما بتتعجنش. هعمل كده بايديا لغايه ما تشرب الميه، وهشوف قد ايه برضو هنحتاج ميه تاني. وده نص مج تاني اهو حطينا، يبقى حطينا مع الخميره نص، وحطيت بعد كده مج، ودلوقتي نص، يبقى هما مجين حطيناهم ايه على العجينه. وهشوف برضو لو محتاج تاني هوريكم برضو هنحط ولا لا. وده يا حبايبي ده شكل العجينه بعد ما حطينا عليها الميه. مج الميه، يبقى احنا كده استعملنا في ال2 كيلو دول مجين ميه، كل كيلو مج.
وهنختبرها ونشوف هتحتاج تاني ولا لا. هتختبريها ازاي؟ تاخدي قطعه من العجينه وتعمليها زي ما انا بعمل كده، وتعملي ايدك فيها. لو فيها شقوق هتبان، لو ما فيها لو فيها شقوق هتحتاج تاني للميه. لو ما فيهاش شقوق يبقى هي كده مظبوطه ومش عايزه اي حاجه. وطبعا هتسيبيها بعد كده 10 دقايق تريح، وتقومي بدأ ايه تشكلي فيها زي ما انت عايزه. وهوريكي شكلها ان شاء الله اول ما اشكلها. بصوا يا حبايبي، ناخد قطعه من العجين ونعملها رول زي كده كده، ونفضل نقبص فيها ونقوم عدلينها على الناحيه دي، ونعمل كده بططها زي كده. ولو عندك نشابة اعملي بيها برضه عشان هتبقى قطعة واحدة. لو ما عندك